ايه اللي لقيته في الاسلام بقى عشان تقرر ان انا عايز اكون مسلم؟ كل حاجة وحشة موجودة في المسيحية عكسها موجود في الإسلام. يعني عندك مثلا ما فيش حاجة اسمها ثالوث في الإسلام، هو الله واحد. المنطق بيقول إن ربنا يكون واحد، هو واحد في الإسلام. لكن أنت تيجي تقول لي الآب والابن والروح القدس وده اتجسد وده نزل، وما فيش منطق في المسيحية خالص. الإسلام ما عندهوش كهنوت، أنت بتقف بينك وبين ربنا تصلي له، لكن ما بروحش أنا آسف في اللفظ يعني أتذلل لكاهن عشان يسامحني ويرحمني والكلام ده. تقف قدام ربنا عملت خطأ تقف تصلي وتستغفر ربنا وتمام. الإسلام هو كتاب واحد ما فيش أي اختلافات فيه. المسيحية بقى 50,000 نسخة و50,000 اعتقاد. وكمان فكرة تكريم المرأة في الإسلام، يعني إحنا من واحنا صغيرين كنا بيتحشر دماغنا إن المسيحية هي اللي كرمت المرأة. المسيحية بتتعامل مع المرأة بشكل صعب، وكانوا بيصدروا لنا العكس تماما. كمان في نصوص أنا عرفتها بعد كده لما اتفرجت على حضرتك وعلى أستاذ محمود اللي هو التصميم نسائكم في الكنائس. أنا ما كنتش أعرف طبعا مصر في حاجات أصعب من كده كمان، وأنا ما كنتش متبحر قوي، مش هكذب على حضرتك. يعني زي ما بيقولوا كده كنت مسيحي بالاسم، بس من وانا صغير عندي تساؤلات وشكوك كنت بتكلم مع الكهنه فيها، كانوا مش بيدوني ردود كافيه من وانا صغير. يعني اول حاجه اتصدمت فيها هو الكتاب. هو اي ديانه بتقوم على ايه؟ على كتابها. لو الكتاب ده ملوش اساس او اتحرف باي طريقه من الطرق، طب انا ازاي اقدر استقي ايماني؟ خاصه كمان لما كنت بسمع حضرتك في الحلقات واتاكدت من ده بعد كده ان الاصل اصلا مفقود، ولما جينا نترجم الترجمات كلها مختلفه، فبقينا نحط احنا النصوص دي بتخدم الفكره اللي احنا عايزين نثبتها مش الايمان الحقيقي. المشكله قدامي ان ده خلاص انا ما عنديش اساس ببني عليه. لما جيت اقارن بعد كده بالقران الكريم، هو نزل زي ما هو، ما فيش اي تغيير فيه، ما فيش اي اختلافات، ما فيش اي حاجه مختلفه. لما تيجي تقارن ده بده، لا، فرق السماء من العمى يعني زي ما بيقولوا.